السلام عليكم. نكمل الجزء الثاني من أصل تسمية أحياء القاهرة، وكمان هنطلع برا شوية لأحياء القاهرة الكبرى. هنبتدي أول مدينة معانا هي مدينة حلوان. ذكر في كتاب أصل الأشياء عن مدينة حلوان إن هي انشأت أو أنشأها هو عبد العزيز ابن مروان، وطبعا هو كان اتنقل إلى الفسطاط وعاش فيها فترة، ولكن بعد ظهور الطاعون راح لمنطقة تانية، منطقة كان يعني نضيفة وهادية وجوها نضيف جدا، وأطلق عليها اسم حلوان. وطبعا أطلق عليها اسم حلوان نسبة لمدينة حلوان الموجودة في العراق. حي عجوزة إحدى أحياء محافظة الجيزة، ويعود تسميتها إلى نزلي هاني بنت سليمان باشا الفرنساوي، وهو مؤسس الجيش في عهد محمد علي. طبعا هي مش نزلي مامة الملك فاروق، لكن طبعا هي يعني من عائلتها. ولقبت بالعجوزة نسبة لنزلي هانم اللي هي أشرفت على بناء المسجد العجوزة، وهي كان عمرها 90 سنة، فعرفت من أهل الحي بحي العجوزة. أما حي الأزبكية فنسب اسمه إلى الأمير أزبك، وده كان أمير في عهد السلطان قايتباي. منطقة أو حي أثر النبي فاتسمى بالاسم ده لأن السكان كانوا لقوا طبعا زمان حجر، والحجر ده كان عليه أثر قدم، فالناس توقعوا أو تخيلوا يعني إن أثر القدم ده كان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فطبعا الحجر ده اتخذ واتحط في الجامع اللي بناه الظاهر بيبرس، لكن طبعا ما فيش ما يثبت ان اثر القدم ديت طبعا قدم سيدنا محمد. اما حي عابدين فاتسمى بالاسم ده نسبة الى السلطان عابدين بيك، وهو طبعا كان ساكن في المنطقة دي ناحية سويقة صفية، فلقب الحي باسم عابدين. أما حي الجمالية فسمي نسبة إلى الأمير جمال الدين محمود الاستدار، وطبعا هو اللي بنى حي الجمالية عام 1409، وبنى فيها طبعا مدارس لتعليم القرآن وتعليم اللغة العربية. أما حي السيدة زينب فطبعا هو معروف بالاسم، يعني ينسب طبعا إلى السيدة زينب حفيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي رجعت إلى مصر وسكنت في قصر والي مصر، وبعد ما توفت القصر تحول إلى ضريح، ثم بنى عليها مسجد السيدة زينب، ونسب لها الحي كله باسمها بقى اسم حي السيدة زينب. كده يكون انتهينا من الجزء الثاني من تسمية بعض الأحياء القاهرة، وكمان ممكن نشرح برضو بعض أصل تسمية المحافظات، يعني منصورة، القاهرة، أسباب التسمية يعني. وشكرا لكم، أتمنى رب يكون معلومة عجبتكم، وأتمنى بقى الدعم منكم واللايكات والشير. ألف شكر.